هلو أصدقاء كرتونيتا. النهارده هنبدأ أول حلقة من الموسم الجديد بتاع عالم جامبل المدهش والغريب، واللي هتبقى بعنوان ذا برجر. وبتبدأ الحلقة في مدرسة المور، والمدرسة واقفة بتشرح عن قد إيه الوجبات السريعة غلط، وبتعمل مشهد درامي لستيف وهو لابس بدلة على شكل قلب، وبتفضل تطحن فيه عشان توضح إن البرجر بيبوظ جسم الإنسان. ووقتها جامبل وداروين بيقرروا إنهم مش هياكلوا برجر تاني، وهيبقى أغلب أكلهم صحي. وبعدين بنشوف جامبل وهو في البيت وبيفضل يدور في التلاجة على أي أكل عشان ياكله، وطبعا كل الاكل اللي موجود في التلاجة بيبقى مش صحي. فبيظهر داروين وبيفضل يبعده عن الاكل، وبيجي ابوهم معاه وجبه برجر، ولكن اول ما داروين بيشوفها في ايده بياخدها وبيرميها فورا. فبيقرروا انهم يروحوا عشان ياكلوا من مطعم صحي. ورغم ان الموضوع بيبقى صعب جدا، خصوصا ان مدينه المور كلها مليانه مطاعم برجر ووجبات سريعه، ولكن بيدخلوا مطعم وبيطلبوا سلطه، وبيكون هو موظف واحد اللي بيشوفوه في كل مكان بيدخلوه، وهو لاري. وبيقدم ليهم لاري برجر بس على شكل سلطه، فبيرفضوا انهم ياكلوه وبيسيبوه يمشوا. وبيبقى جامبل ماشي جعان جدا لدرجه ان صوت معدته بيهز مدينه المور. فبياخدوا داروين وبيدخلوا سوبر ماركت عشان يشتروا اكل صحي ويبقوا يطبخوه هم في البيت. وبيبقى الموضوع صعب جدا، وخصوصا ان كل السوبر ماركت عباره عن وجبات سريعه التحضير، لحد ما بيروحوا عشان يجيبوا شويه خضار وفاكهه، وبيكتشفوا ان الاسعار غاليه جدا، فما بيقدروش يشتروا اي حاجه غير واحده افوكادو. واول ما بيخرجوا من بره السوبر ماركت بتبوظ، فبيضطروا انهم يروحوا في الزباله عشان يدوروا على اي حاجه ياكلوها، ومش بيلاقوا في الزباله غير شويه بذور. وبيبقى لاري متابعهم في كل مكان بيروحوه عشان لو اكلوا حاجه صحيه ولا حاجه، فبياخدوا شويه البذور دول وبيروحوا عشان يزرعوهم، وبيفضلوا قاعدين يستنوا لحد ما الزرع يطلع. وبعد ما بيبقى عندهم خضار بيلاقوا ان في واحد واقف وحرق ليهم كل الزرع. بيكتشفوا ان هو نفس الشخص اللي اسمه لاري، فبيتعصب جامبل جدا وبيقول له ان هو محتاج يقابل صاحب سلسله المطاعم دي كلها، واللي بيسيطر على كل الاكل اللي في المدينه، واللي هو اسمه مستر بيلدر برجر. وده بقى الشخص اللي بيملك كل المحلات واللي لاري شغال عنده. ولما بيوصلوا عنده بيكونوا تعبانين جدا وشكلهم اتغير من كتر الجوع، وبيكتشفوا ان مستر بيلدر هو عباره عن برجر بيتكلم بشكل غريب. بيحاولوا يقنعوه ان هو يسيب الناس تاكل اكل نظيف وصحي، لكن هو بيرفض وبيقول ان الناس بتحب البرجر جدا، وبيفضل يغني بحاجات غريبه ويعمل اعلان الاكل بتاعه عشان يقنعهم ان البرجر من ضمن الاكل الصحي، وان ده هو النظام اللي ماشي في مدينه المور. يعني ما تتكلموش خالص. في الاخر بنشوف جامبل وداروين بيرجعوا ياكلوا برجر تاني، وهم عارفين ان ده غلط لكن مش قادرين يلاقوا بديل. وكده يبقى انتهت الحلقه. هي بصراحه بتنتهي نهايه غريبه، بس هي كحلقه بصراحه حلوه، لكن كحلقه اولى شايفه انهم كانوا المفروض يبداوا بحلقه اقوى من كده، خصوصا ان كل الناس متحمسه انها تشوف اول حلقه. المهم قولوا رايكم في الكومنت لو الحلقه عجبتكم او لا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو. استنوني في الحلقه الثانيه باذن الله. سلام.